مهرجان ماني ان ذا بانك هو اخر مهرجان قبل ريسل مانيا الصيف اللي هو السمر سلام. في فيديو التوقعات للمهرجان ده انا قلت ان الدبليو دبليو اي سمعت الكلام واخيرا بدات تركز وتقدم سيناريوهات كويسه، لكن انا جاي دلوقتي عشان اسحب الكلمه دي، لان الدبليو دبليو اي في المهرجان ده عملت اخطاء اقل ما يقال عنها انها اغبى من الغباء، كل غلطه اغبى من اللي قبلها. فتعالوا اقول لكم ايه اللي حصل. مهرجان ماني ان ذا بانك خلاص خلص وجه الوقت عشان نبص عليه ونشوف كان فيه كويس عشان نديله بلس وكان فيه وحش عشان نديله ماينس. اهلا بيكم، معاكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن، ودي مراجعه مهرجان دبليو دبليو اي ماني ان ذا بانك. قبل ما نبتدي احنا في عندنا مباراه دبليو دبليو اي وومن ماني ان ذا بانك. انا ما بتابعش السيناريوهات النسائيه وما بتفرجش على مبارياتها، فالمباراه دي انا ما شفتهاش فمش هراجعها، مش هيبقى في بلس مش هيبقى في ماينس، لكن كده ما شفتش المباراه. ولكن لو انت منتظر ان انا اراجع المباراه دي فانا اسف جدا ان انا خايب منك. يلا بينا نبتدي. المهرجان ابتدى بمباراه للدبليو دبليو اي من ماني ان ذا بانك اللي كان فيها شات جيبل، كارميلو هيز، اندرادي، جاي اوسو، ال اي نايت، درو ماكنتاير. المباراه بدات سريعه وكل الناس بدات تضرب في بعضها ويطلعوا بره الحلبه واحد ورا الثاني علشان تنتهي في النهايه على جاي اوسو ومواجهه ال اي نايت. لكن درو ماكنتاير ما عجبوش الوضع ده، فقرر ان هو يطلع يجيب سلم ويطلع يضرب كل اللي موجودين في الحلبه ويحاول يطلع عشان ياخد الحقيبه. لكن شات جيبل يوقفه ويعمل له ارم بار على السلم علشان اندرادي ينط من فوق الحبل علشان يضرب شات جيبل ليج دروب وهو على السلم. واندرادي فضل مسيطر على الحلبه لفتره علشان يضرب كارميلو هيز سكند دروب سبانيش فلاي على السلم. ما تعرفش مين فيهم اللي اتوجع اكتر من الحركه دي. المباراه بعد كده كملت ما بين جاي اوسو ودرو ماكنتاير علشان شات جيبل يطلع ويعمل سوبلكس لكل حاجه موجوده في الحلبه حتى السلم. حاول بعدها شات جيبل ان هو يطلع ياخد الحقيبه علشان ال اي نايت يوقفه. بعد كده المباراه تبقى ما بين ال اي نايت في مواجهه كارميلو هيز، لكن كارميلو هيز يتفوق على ال اي نايت ويحاول يطلع ياخد الحقيبه، لكن شات جيبل واندرادي يطلعوا هما الاثنين للحلبه والثلاثه يقفوا على سلام، علشان بعد كده درو ماكنتاير يلاقي نفسه واقف بره الحلبه لفتره طويله فيخش جوه الحلبه تاني ويحط سلم على الكورنر ويخلي ظهر شات جيبل يسلم عليه. لكن ال اي نايت وجاي اوسو اتفقوا على درو ماكنتاير عشان يضربوه هما الاثنين ويخرجوه من المباراه مؤقتا. المباراه فضلت مكمله بعد كده ما بين جاي ونايت وهيز واندرادي، علشان بعد كده ال اي نايت يحدف اندرادي فيضرب كارميلو هيز بسانسيت فليب باور بامب على سلم خرجت الاثنين من المباراه، علشان بعد كده شات جيبل يخش الحلبه ويضرب ال اي نايت بيلي تو بالي باك سوبلكس من جوه الحلبه لبره الحلبه على سلم، وحاول يطلع ياخد الحقيبه لكن جاي يبعد السلم من تحته علشان يفضل متعلق فوق شويه، بعد كده يتهبد على الحلبه علشان جاي يضربه سبير ويخرجه من المباراه. بعد كده جاي اوسو يطلع على السلم علشان ياخد حقيبه الماني ان ذا بانك، لكن درو ماكنتاير يضربه بالسلم يوقعه ويطلع هو وياخد حقيبه الماني ان ذا بانك وتنتهي المباراه. في البدايه هنتكلم عن المباراه نفسها، بعد كده نبقى نتكلم عن النهايه، لان المباراه دي كاداء داخل الحلبه كانت عاليه جدا بالنسبه للاداءات اللي موجوده في اتحاد دبليو دبليو اي اساسا. ده طبعا لان الناس اللي شايفين مباراه سلالم احزام التي ان تي في عرض فوربيدن دور الاسبوع اللي فات كانت خرافيه وافضل من دي بسنين ضوئيه، لكن كمباراه سلالم داخل اتحاد الدبليو دبليو اي المباراه دي كانت كويسه جدا، كان فيها ريسكات بجد حلوه وفعلا عاليه وجديده انا ما شفتهاش قبل كده. لكن بالنسبه لنتيجه المباراه فده كان اول قرار غبي لاتحاد الدبليو دبليو اي في المهرجان ده، مش لان درو ماكنتاير كسب، لا هو القرار ده غبي باثر راجع عشان اللي حصل بعد كده، لكن هكلمكم عنها بالتفصيل لما يجي وقتها. لكن انا مش هشيل المباراه دي غلطه حاجه حصلت بعد كده، لان بصراحه كل اللي فيها عملوا اللي عليهم وزياده، علشان كده المباراه دي انا هديلها بلس. بعد كده مباراه سامي زين في مواجهه برون بريكر على حزام الدبليو دبليو انتركونتيننتال شامبيونشيب. المباراه بدات سريعه وبتفوق كامل من برون بريكر على سامي زين من ناحيه القوه والسرعه والتكنيك، والسيطره فضلت مع برون بريكر لفتره طويله قوي بصراحه. يعني كان سامي زين كل ما يحاول يرجع للمباراه برون بريكر يوقفه، لحد ما سامي زين قدر يضرب روب ووك تورنيدو دي تي علشان السيطره تبقى معاه، والسيطره فضلت مع سامي زين لفتره طويله قدر يتفوق فيها على برون بريكر بالحركات البهلوانيه اللي ما شفناهاش منه بصراحه من سنين، عشان يطلعوا بره الحلبه وسامي زين يخبط برون بريكر في الكورنر بتاع الحلبه ويطلع فوق الحلبه ويطلب من الحكم ان هو يعد. وهنا انا تخيلت ان المباراه ممكن تنتهي كاونت اوت ودي كانت هتبقى نهايه كويسه، ولكن تعالوا نكمل. برون بريكر قدر يكسر العد ويرجع للحلبه تاني عشان لما سامي زين حاول يعمل الدي تي اللي بيعملها من نص الحبال دي برون بريكر يوقفه، لكن السيطره ما بقتش معاه، لان بعدها على طول سامي زين قدر يضرب البلو ثاندر بام ويعد عليه 1 2 لكن برون بريكر يكسر العد بعد 2. بصراحه الحركه دي عمرها ما كسبت مباراه، انا مش عارف هو ليه سليم مصمم ان هو يستخدمها، لكن بعدها برون بريكر يقدر يضرب فرانكستاينر عشان السيطره تبقى معاه. قدر بعدها ان هو يضرب جامبنج كروز لاين من الرينج ابرن لطاوله التعليق، والحركه دي اكبر شاهد على ان الولد ده في اجيلتي ليفل عالي جدا، يقدر يتفوق فعلا على ناس كتير منهم بروك ليزنر في الوقت الحاضر على الاقل. المباراه رجعت فوق الحلبه تاني
عشان نخش في سيكونس رايح جاي ما بين الاثنين اللي انتهى بان سامي زين قدر يضرب الهلو باك على برون بريكر ويعد عليه 1 2 3 وتنتهي المباراه. برضو الاول تعالوا نتكلم عن المباراه نفسها اللي كانت كاداء داخل الحلبه جميله جدا وفي اداء عالي جدا. الاثنين المصارعين قدموا حاجات كتير وبصراحه عملوا مباراه جميله، خصوصا برون بريكر اللي انا اكتشفت في المباراه دي ان هو فعلا مصارع كويس جدا. الشاب ده المفروض يبقى بطل الاتحاد في غمضه عين، لكن نهايه المباراه دي هي تاني اغبى قرار الاتحاد اخده في الليله دي، لان كون سامي زين عدى عليه كلين بالمنظر ده ملوش اي تفسير غير ان برون بريكر اضعف من سامي زين. وطبعا بما اننا بنبني برون بريكر لشهور طويله على ان هو بيست ومحدش بيقدر يقف قدامه ومحدش بيبقى عايز يواجهه اساسا، فالنهايه دي ضيعت تعب الشهور دي كلها. لان تعالوا نفكر فيها، برون بريكر من وقت الدرافت وراح عرض الرو كل المباريات اللي لعبها يا اما كانت قصاد جوبرز يا اما مباراه انتهت بدي كيو، فاول مباراه يلعبها لنهايتها يخسر فيها كلين. ده انت لو عايز تدفن المصارع ده مش هتعمل كده بعد كل البيلد اللي انت عملته ده. وكل الاتحاد الدبليو دبليو اي مش معترف اساسا بالنهايات الكلين، واكبر دليل على كده ان انا مش فاكر اخر مباراه انتهت كلين في الدبليو دبليو اي كانت امتى. فيوم ما تنهي مباراه كلين تدفن بيها مصارع ناشئ، ده لو مش غباء انا عايزكم تقولوا لي يبقى اسمه ايه تحت في التعليقات. عموما المباراه دي انا استمتعت بيها جدا كاداء، علشان كده انا هديلها بلس، ولكن النهايه البشعه دي انا مضطر اديلها ماينس. بعد كده ريجي سترارز طلعت عشان تقدم جون سينا اللي دخل الحلبه والجير بتاعه كان مكتوب عليه The last time is now، وبتهيألي الجمله دي لوحدها كانت كفايه علشان كل فانز المصارعه الحره يعرفوا ايه اللي جاي بعد، علشان جون سينا يمسك المايك ويقول ان السنه اللي جايه هتبقى اخر سنه ليه وبعد كده هيعتزل اللعب في اتحاد الدبليو دبليو. ومعظم الناس متخيله ان اخر مباراه ليه هتبقى في الروسلمانيا، لا كان هو اللي قاله ان هو هيبقى موجود في الرويال رامبل، هيبقى موجود في الإليمينيشن تشامبر، وهيبقى موجود في الروسلمانيا. بعد الروسلمانيا هيلعب كام مباراه في 2025، ولكن في 2025 هتكون هي دي نهايته. وانا شخصيا عمري ما حبيت جون سينا ولا طقته باي شكل من الاشكال، لكن مفيش حد يقدر ينكر ان الراجل ده شال اتحاد الدبليو دبليو اي على كتافه لسنين طويله. فكون ان احنا وصلنا للحظه دي مفيش حاجه نقدر نقولها غير ثانك يو سينا. بعد كده شفنا فيديو في اوضه الجادجمنت داي عشان دامين بريست يحذر الجادجمنت داي بالكامل ان هو مش عايز حد يتدخل في المباراه دي، وبعد ما خرج فين بالر رد عليه وقال له يس باس، لكن الطريقه اللي قال بيها الكلمه دي ملهاش اي معنى غير ان اللي احنا عايزين نوصل له خلاص قربنا عليه. بعد كده كانت المباراه ما بين دامين بريست في مواجهه سيس رولينز على حزام الدبليو دبليو اي وورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. المباراه بدات هارد هيتنج من سيس رولينز على دامين بريست، لكن دامين بريست بسرعه قدر يضرب الفالكون ايرو والسيطره تبقى معاه في المباراه. وقتها لاحظت ان دامين بريست عمال بيبص لمدخل الحلبه، ودي بقت سمه شغاله معانا طول المباراه، سواء هو او سيس رولينز كل ما حد فيهم يعمل حركه يبتدي يبص على مدخل الحلبه في انتظار درو ماكنتاير ان هو يدخل ويعمل كاشن. المهم المباراه كملت بسيطره قصيره من دامين بريست، علشان بعد كده سيس رولينز يقدر يضرب السلينج بليد، بعد كده يعمل سوسايد دايف والسيطره تبقى معاه. والسيطره فضلت معاه لفتره طويله، كل ما دامين بريست يحاول يرجع للمباراه سيس رولينز يوقفه ويرجع يسيطر على المباراه تاني، لحد ما دامين بريست يقدر يضرب لاست رايد ويعد على سيس رولينز 1 2، لكن رولينز يكسر العد بعد 2. من بعدها السيطره فضلت مكمله مع دامين بريست لحد ما سيس رولينز يقدر يضرب ستامب، ده لو اعتبرنا ان الحركه دي ستامب اساسا، ويعد على دامين بريست لكن بريست يكسر العد بعد 2. بعدها سيس رولينز قاعد يستفز في دامين بريست عشان دامين بريست يقوم ويضرب الريزر ايدج على سيس رولينز ويعد عليه 1 2، لكن سيس رولينز يكسر العد بعد. لكن سيس رولينز قدر يرجع للمباراه تاني ويضرب سوبر بليكس من فوق الحبل، بعدها فالكون ايرو ويعد على دامين بريست 1 2، لكن الحكم ما يعدش العده الثالثه. في السبوت دي كان غالبا المفروض دامين بريست يرفع كتفه ولكنه ما رفعوش، الله اعلم ايه السبب، هل هو انصاب او هل حصل حاجه، ولكن السبوت دي كان بالتاكيد غلط. وهنا درو ماكنتاير طلع بحقيبه الماني ان ذا بانك عشان يعمل كاش ان ويخلي المباراه مباراه تريبل ثريت، وفي اللحظه دي المباراه بين سيس رولينز ودامين بريست انتهت. فتعالوا اكلمكم عنها قبل ما نكمل المباراه. المباراه الوان هو ما بين دامين بريست وسيس رولينز فعلا كانت مباراه كويسه جدا بعيدا عن البوتشز اللي حصلت في النهايه، ولكن الاثنين دول قدموا اداء عالي في الحلبه وكل واحد فيهم عمل اللي عليه وزياده. لكن تعالوا نكمل. المباراه اتحولت بعد كده مباراه تريبل ثريت عشان درو ماكنتاير يسفلت دماغ سيس رولينز بفيوتشر شارت دي تي ويحاول يضربه كليمور، لكن دامين بريست يتدخل عشان درو ماكنتاير يضربه هو الكليمور، ده لو اعتبرنا ان دي كليمور لانها ما جاتش في وشه وهي جت في معدته، عشان في اللحظه دي سين بانك يخش الحلبه ويضرب دامين بريست بالكرسي ويخنقه بالكابل ويضربه بالحزام علشان دامين بريست يقوم ويضربه سارت اوف هيفن ويعد عليه 1 2 3 وتنتهي المباراه. انا الصراحه مش عارف اقول ايه. تعال ابسطها لكم. الاتحاد اخذ فرصه ما بتجيش غير مره واحده في السنه، المفروض بنديها لمصارعين الميد كارد اللي فيه عندهم بوتنشلز علشان نرفعهم للمين ايفنت كارد في وقت من الاوقات. اخذ الفرصه دي واداها لمين ايفنت بلاير مش محتاج الفرصه دي اساسا علشان يزود في عداوه مش محتاجه تبقى زياده بالشكل ده، لانك لو عايز تخلي سي ام بانك يبوظ على درو ماكنتاير مباراه كنت خليته يبوظ عليه مباراه الماني ان ذا بانك نفسها، ما كنتش محتاج ان انت تضيع فرصه حقيبه الماني ان ذا بانك اللي ما بتجيش غير مره واحده في السنه. والعداوه ما بين درو ماكنتاير
بلاير وسي ام بانك مش محتاجه النوع ده من البيلد اساسا. العداوه شغاله من الرويال رامبل اللي فات وبالفعل وصلت للبيك بتاعها، انت مش هتعرف تعلى اكتر من كده. فاللي حصل ده غير منطقي وملوش اي معنى غير ان احنا بنهبط، لاننا لفينا وزي ما توقعت دامين بريست هو اللي كسب المباراه، لانك ما ينفعش تخلي جو ماكنتاير يكسب الحزام، لانه في الحاله دي هيضطر يواجه جونتر في السمر سلام وانت عايز يواجه سي ام بانك. وبرده ما ينفعش يشيل سيس رولنز الحزام لانه لسه راجع من اصابه، وانت كده كانك بتخليه يتحرك من 0 ل 100، وانت عايز جونتر يكسب الحزام في السمر سلام. في الحاله دي انت مش هتشيل سيس رولنز اللي هو مين ايفنت بلاير الحزام لمده شهر بس عشان يبقى ترانزيشن. فانت محتاج ان دامين بريست يكسب بطريقه شيدي علشان العلاقه اللي ما بينه وما بين الجادجمنت داي تبوظ اكتر، فيخسروه المباراه في السمر سلام وسيناريو الانفصال يكمل. من الاخر نهايه المباراه بالمنظر ده هي اسوأ سيناريو ممكن، وما بتقولش اي حاجه غير انك ما فكرتش للحظه في اللي جاي. انت اي نعم فاجئتني، ولكن دي كانت مفاجاه بدون اي هدف ومفاجاه مش حلوه، فعلشان كده المباراه دي بكل اللي فيها انا هديلها ماينس. بعد كده المين ايفنت بتاعنا مباراه التريو ما بين بلاد لاين، سولو سيكوا، تاما تانجا، جيكوب فاتو في مواجهه راندي اورتون، كيفن اونز وكودي رودز. المباراه بدات ما بين كودي رودز في مواجهه تاما تانجا، ده لان سولو سيكوا ما كانش عايز يخش المباراه ويواجه كودي رودز، ولكن كودي رودز وعلى الرغم من دفاع تاما تانجا قدر يتفوق عليه ويسيطر على المباراه. والصداره فضلت مع كودي رودز لفتره طويله، بدل هو وراندي اورتون وكيفن اونز على ان هم يخشوا الحلبه ويضربوا تاما تانجا، لحد ما تاما تانجا ضرب راندي اورتون في عينيه علشان يهرب ويعمل تاج لجيكوب فاتو. راندي اورتون قدر يتفوق على جيكوب فاتو بالذكاء في بدايه المباراه ويضربوا سكند جاب دي تي، ولكن في ثواني جيكوب فاتو قام من على الارض علشان يضربوا سمون دروب وكيك والسيطره تبقى معاه. والسيطره فضلت مع بلاد لاين لفتره طويله وضربوا فيها راندي اورتون بشتى الطرق لحد ما راندي اورتون قدر يضرب باك سوبلكس علشان يعمل تاج لكيفن اونز، اللي دخل ضرب كل اللي موجودين في الحلبه علشان يضرب تاما تانجا سوان تام بوم ويعد عليه 1 2، لكن جيكوب فاتو يكسر العد بعد 2. جيكوب فاتو بعد ما كسر العد سحب تانجا جوه الكورنر بتاع الحلبه علشان ياخد التاج ويخش يسيطر على المباراه. والسيطره فضلت مكمله مع البلاد لاين، ضربوا فيها كيفن اونز لفتره طويله لحد ما جيكوب فاتو حاول ان هو يندفع على كيفن اونز وهو في كورنر الحلبه عشان كيفن اونز يبعد عن الطريق، وجيكوب فاتو يخبط فيرست في الكورنر علشان كيفن اونز يعمل هوب تاج لكودي رودز عشان كودي رودز يخش يواجه سولو سيكوا لاول مره في المباراه كلها، وقدر يتفوق عليه بالتاكيد ويضرب اعضاء البلاد لاين اللي موجودين جوه الحلبه وبره الحلبه عشان يرجع للحلبه تاني عشان يلاقي نفسه لابس في سبير وسولو سيكوا يعد عليه 1 2، لكن كودي رودز يكسر العد بعد 2. بعدها كودي رودز يحاول يضرب بيدجري على سولو سيكوا عشان سولو سيكوا يهرب، ويحاول يضرب كودي رودز عشان كودي رودز يبعد عن الطريق، فسولو سيكوا يضرب الحكم بالغلط ونبتدي الدربكه، لان راندي اورتون وكيفن اونز وكودي رودز ضربوا سولو سيكوا الفينشرز بتاعتهم، لكن ما كانش في حكم عشان يعد، وباقي الحكام بتوع الاتحاد غالبا كانوا محبوسين في الحمام تقريبا عشان جيكوب فاتو يتدخل ويضرب الثلاثه، ولكنه لقى نفسه واخد سوبر كيك من كيفن اونز، وكيفن اونز يضربه فروج سبلاش من فوق الحاجز بتاع الجمهور على طاوله التعليق فتتكسر بيهم هما الاثنين. بعد كده جه الحلبه تاني عشان تانجا لو يضرب لو بلو على كيفن اونز، ولكنها ما جاتش صح في المره الاولانيه فاضطر ان هو يعيدها تاني عشان بعد كده كودي رودز يرجع الحلبه تاني ويضرب سولو سيكوا كروس رودز مره، وكان لسه هيضرب الثانيه ولكن جيكوب فاتو طلع عشان يضربوا امبيلر. بعد كده سولو سيكوا يضربوا سيمون سبايك، ووقتها الحكم اخيرا رجع للحلبه وعدوا 1 2 3 والبلاد لاين كسبوا. المباراه دي كانت بطيئه جدا وبصراحه انا مش عارف ايه السبب. هم غالبا اكتشفوا ان المهرجان لسه فاضل فيه ساعه فقالوا تعالوا نطول المباراه دي شويه، ومش نطولها بان احنا نعمل حركات كتير او تريوز مانوفر، لا احنا نطولها بان احنا نضرب ضربه بعد كده نتمشى في الحلبه شويه. ومع ان المباراه دي كان فيها حاجات كويسه وفعلا كانت جميله جدا، ولكن البطء اللي فيها خلاني مش مستمتع باي شكل من الاشكال، بل ان انا كنت بتاوب وهنام وانا بتفرج عليها. لكن المباراه دي كانت بطوله جيكوب فاتو اللي انقذ البلاد لاين في كل لحظه حاسمه، وزي ما توقعت البلاد لاين هم اللي كسبوا، وسولو سيكوا هو اللي عدى على كودي رودز عشان بعد كده يواجهوا في المين ايفنت في السمر سلام. فاخيرا المهرجان ده كان فيه نتيجه منطقيه، فعلشان كده المباراه دي وللمجهود اللي حصل فيها انا هديلها بلس، ولكن علشان البطء اللي كان فيها واللي خلاها ممله جدا انا مضطر اديلها ماينس. وبكده انتهى مهرجان ماني ان ذا بانك. المهرجان ده هو واحد من اسوأ المهرجانات اللي انا شفتها السنه دي، بل واحد من اسوأ المهرجانات اللي انا شفتها من فترات طويله جدا. كان مخيب للامال من نواحي كتير، اهمها هو النهايات اللي المفروض تكمل سيناريوهات وعداوات بعد كده. عموما مهرجان ماني ان ذا بانك وده تقييمي ليه. ما تنسوش تعملوا تقييمكم تحت في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. كان معاكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، مع السلامه.